أهلا وسهلا فيكم ويسعد أوقاتكم. وصفة اليوم هي وصفة فتة الباذنجان، وصفة شهية كتير من ضمن المقبلات يلي منحب تكون موجودة على السفرة. عملتها معكم بطريقة سهلة بفيديو قصير لحتى ما يكون طويل عليكم. أهم شي بدي منكم دعم وتفاعل على الفيديو لحتى تضل القناة مستمرة. إذا أول مرة بتتابعوني اعملوا لايك للفيديو واشتراك بالقناة وتعليق حلو وتابعوا معي الوصفة للآخر. في البداية رح أحتاج باذنجان، الكمية غير محددة، هي اختيارية حسب حجم البايركس وحسب انتو بتحبوا الباذنجان كتير أو لا. بقشرهم وبقطعهم لمكعبات صغيرة، رح أقطعهم كل الكمية لمكعبات متساوية. قطعت كل الكمية، رشيت عليهم ملح، تركتهم تقريبا 10 دقايق لحتى يتخلصوا من أي مية زايدة وما يشربوا زيت على القلي. بالنسبة للخبز احتاجت خبز عربي أو الخبز اللبناني حسب كيف بتسموه، تقدري تستخدمي أي خبز متوفر عندك. قطعتهم لهذا الحجم، بعدين رح أقليهم بزيت حامي، بس يتغير لونهم بيصير بهذا الشكل بطلعهم. عملت كل الكمية. بالنسبة للباذنجان كمان بقليه بنفس الزيت، بس بدأ عندي لونه يصير ذهبي كمان بطلعه. بالنسبة للحمة هي اختيارية بهاي الوصفة، لكن أنا بحب كمية قليلة. زيت زيتون بمقلى بس يسخن وبنزل عليهم اللحمة، بس اللحمة تطلع ميتها بنزل عليها ملح وفلفل، بحركها وبتركها تقريبا 10 دقايق لكامل الاستواء. هيك تقريبا صارت عندي جاهزة. رح أحضر هلأ صوص الطحينية للفتة. رح أحتاج كوبين من اللبن بنفس الكوب، ونصف كوب من الطحينية كمان بنفس الكوب، ملعقة صغيرة من الثوم المهروس فقط ملعقة، وملعقة من الملح، وبنفس الكوب كوب من الماء، يعني كوبين لبن، نصف كوب طحينية، وكوب من الماء، ونصف كوب من الليمون. كمية الليمون هي اختيارية، تقدر تقللي منها. بخلط المكونات لحتى يصير عندي خليط متجانس ناعم كتير بهذا الشكل. رح يكون عندي القوام بهذا الشكل، لا هو خفيف ولا هو تخين. هلأ رح أبدأ بتجهيز الفتة. تقدر تحضري كل المكونات وتتركي التجهيز لوقت التقديم. نزلت كل كمية الباذنجان ببايركس مع ملعقة صغيرة من السماق، عصرة ليمونة، وسنين من الثوم. كمان هاي اختياري الخطوة. بنزلهم على الباذنجان مع ملعقة صغيرة من الملح، بحرك الباذنجان لحتى ياخد النكهة والطعم. هاي الخلطة بتعطي الباذنجان نكهة كتير شهية. بنزل عليهم هلأ نصف كمية الخبز، بفردهم بالتساوي، وببدأ هلأ أنزل اللحمة. ببدأ بتنزيل كمية كمان قليلة، ما بكتر، تقريبا نصف الكمية. ورح أنزل كل الصوص، بنزل كل الصوص يلي أنا عملته. بنزل الصوص بالتساوي على كل الكمية. وهلأ رح أبدأ بالتزيين. بالنسبة للتزيين بنزل أول شي اللحمة، وبعدين بنزل الخبز والبقدونس كمان بشكل اختياري، وحبات الرمان إذا متوفر عندكم بيعطي لون للطبق ونكهة كتير شهية. بمقلاة رح أنزل ملعقة من السمن البلدية وعليها اللوز، بس يجهز عندي اللوز بنزله مع السمن البلدي. هاي الحركة هي أهم خطوة بالفتة، تعطي نكهة كتير شهية. السمنة على الفتة طعمها خيالي. هيك صار الطبق جاهز،
بتمنى الطريقة تكون عجبتكم، وبتمنى الطريقة تكون سهلة. إذا عجبكم الفيديو اعملوا لايك للفيديو، اشتراك بالقناة، وشاركوا الفيديو مع أصدقائكم لحتى القناة تضل مستمرة وصحتين وعافية على قلبكم. أي استفسار عندكم اسألوني بتعليق وأنا أكيد رح أجاوب عليكم